يعني دلوقتي عندك الفرنساوي اتلغى. انا راجل دلوقتي في كليه هندسه، خلصت 3 سنين منها، داخل في السنه الرابعه. الفرنساوي ما شفتش ان انا اتعرضت له نهائيا غير في حاجه واحده بس، بقول ميرسي. اللي حصل في الثانويه العامه ده من وجهه نظري، من وجهه نظر حد عدى المرحله دي، هو في صالح مين؟ علشان الموضوع اللي حصل وعدم الفهم من ناس كتير المرحله دي، والموضوع شايف طلبه كتير قوي شايفين الموضوع كويس، شايفين الموضوع من منظور، وفي منظور تاني مش شايفينه منه كويس. مبدئيا اللي حصل ده لصالح الطالب، ايوه لصالح الطالب، بس عايز اقول لك على حاجه. لو انت داخل سباق مثلا وليكن 10 كيلو جري، والسباق ده انت مثلا بتسابق 100 واحد، 10 كيلو كتير قوي، شالوا منهم 3 كيلو، فالسباق بقى سهل على الكل، فبقت المنافسه اصعب. لما الدرجه ما عادتش من 410 تقريبا، بقت 320 او 310، بقى المنافسه اصعب عليك. اي نعم قلت عليك انت، قل المجهود اللي عليك انت، بس انت مش لوحدك في الطريق. انت معاك تقريبا مليون حد، مليون واحد بيبقى في ثانويه عامه بينافسوك في المكان اللي انت وصلت له. فالموضوع المنافسه بقت اصعب، المنافسه بقت اكتر من الاول. لو كسلت لا غيرك هيسبقك بكتير قوي. بس الموضوع في حد ذاته سهل. يعني وليكن مثلا عندك الامتحان بيتقسم مثلا لأسئلة سهلة وأسئلة متوسطة وأسئلة صعبة. الأسئلة الصعبة دي اللي بتميز الطالب الشاطر من الطالب المتوسط من الطالب اللي تحت المتوسط. دلوقتي هم سهلوا الامتحان وشالوا الأسئلة الصعبة خالص. يعني مثلا كان الطالب الشاطر مثلا بيجي في الامتحان ده 18 من 20، 19 من 20، الطالب المتميز أوي بيقفله. دلوقتي هم شالوا التميز دي، فبقى الطالب المتوسط، الطلبة المتوسطة كلها هتقفل الامتحان بسهولة خالص. شالوا السؤال بتاع المتفوقين من الامتحان، خلاص الطلبة كلها يعني هتلاقي الدرجات كلها 19 18، وفي ناس هتقفل عشرينات كتير. انا بتكلم على سبيل المثال، هم اثروا المنافسة، صغروا التحدي عليكم، فبقى طلبة كتير قوي هتنافس، وطلبة كتير قوي هتذاكر. وبدل ما كانوا بيذاكروا 7 مواد، الطلبة المواد عليها ضغط وضغط كتير ومش عارفة تنظم وقتها، وكان الطالب بقى المجتهد اللي بيضغط نفسه ده هو اللي بيجتهد وهو اللي بيعرف يوصل لحلمه. لا ده بقى الموضوع سهل على طلبة كتير قوي، بقى سهل على ناس كتير قوي. خلاص ده انت هتشوف بقى التقديرات، انت هترجع تاني. طب هيبقى بقى من 98 و99، وهندسة ترجع بقى 96 و97، فهتشوف منافسة شرسة. فانت مش شايف من وجهة النظر دي، لا وشايف بس انهم خففوا الموضوع عليكم. زي ما بقول لك هيديك امتحان كله سهل، هيديك امتحان سهل، فلاف الطلبة هتقفل الامتحانات. انت فاهم وجهة نظري؟ بس تعالى اكلمك حاجة في الحقيقة، نشوف كده المواد اللي اتلغت. انا من منظوري كده، في يعني دلوقتي عندك الفرنساوي اتلغى. انا راجل دلوقتي في كليه هندسه، خلصت 3 سنين منها، داخل في السنه الرابعه. انا الفرنساوي ما شفتش ان انا اتعرضت له نهائيا غير في حاجه واحده بس، بقول ميرسي. يعني مثلا لو حد بعت لي شيت مثلا او حاجه عملتها له، بقول له ميرسي في الشات بس. اي نعم اشك من سانكس شويه، بس ممكن خلاص نتعامل بسانكس عادي. غير كده مش هنشوف الفرنساوي تاني فعلا. هما فكروا بتفكير اللغة الأجنبية الأساسية عندك الإنجليش عشان يركزوا عليها. فكروا صح كده، خلاص يبقى أنت عندك عربي إنجليزي تركز عليه تركيز أكتر، علشان ده اللي أنت هتستخدمه بعد كده. غير كده حتى ده، حتى الناس دلوقتي بتسافر إيطاليا بعد الناس دلوقتي بتهاجر هجرة غير شرعية لإيطاليا. يعني محدش أصلا بيشوف الفرنساوي تاني خالص بقى. يعني غير كومنتي طويل اللي أنا فاكرها من كل الليلة دي، أنت مش هتتعرضها تاني. وفي مواد اللي هم عملوا إيه بقى، في مواد هتدرسها بس، يعني مثلا زي فلسفة وجيولوجيا والحاجات دي هيدرسها بقى بس الطالب اللي هيتخصص فيها في الكلية. يعني الطالب اللي يخش حاجة ريليتد بالحاجة دي في الكلية، خلاص هو اللي يدرس الحاجة دي. لا مش هيدوها لكل الطلبة عشان ممكن ما يتعرضلهاش بعد كده. طالب مثلا دخل تمريض، الجيولوجيا دي مش هتفيده بحاجة. طالب علم علوم يا عم تربية عربي، هيعمل ايه بالجيولوجيا دي؟ هيعمل ايه بالفرنساوي؟ هيعمل ايه بمواد كتير اتشالت فعلا مش هتفيده بعد كده. هتكلم شوية عن المدرسين اللي مواد هتلغت. ربنا والله عمره ما يضيعك، ولو كاتب لك رزق انت مش هتاخد اكتر منه، ولو كاتب لك رزق عمر ما حد هيعرف ياخده منك لو انت واثق في الله. انا شفت مدرسين اللي طلع يعيط واللي طلع يقول هعمل ايه واكل من ايه. هو انت رزقك في الطلبه اللي بتجيلك، والله تبقى غلطان، تبقى فاهم الحياه غلط. ربنا اللي بيرزق الناس كلها، وربنا اللي كاتب لك الرزق، وربنا كاتب لك ممكن كاتب لك رزق في حته تانية، تتفاجئ بعد كده ان ربنا كاتب لك رزق في حته تانية كان اكتر من اللي بيجيلك من الدروس دي. يعني في مدرس، المفروض مدرسين كتير قوي موادها ما لهاش دروس، ما بتضافش للمجموع. المدرسين دي بتعمل ايه؟ مدرسين كتير قوي، الاف المدرسين ما بتديش دروس. دول عايشين ازاي؟ طبيعي الاف البشر العادي ما بيدوش دروس، دول عايشين ازاي؟ انت فاهم؟ فده مش السبب الوحيد. ربنا خلاص هو عايز يديك رزقك من حتة تانية، السبب اتغير، ولكن المصدر الرزق لوحده ربنا اللي بييسره لك.
فانت لو واثق في ربنا هتبقى راضي، لو ما وثقتش في ربنا بقى وطلعت تعيط للناس يبقى انت كده والعياذ بالله يعني بتكفر بالله. وتقول يعني انا على قد ما انا شفت الفيديو اللي طلع للمدرس الفرنساوي اللي طلع ده من ناحية تانية خالص، الناس كلها شافت الفيديو من حتة استعطاف وحتة طب ده يا عيني هياكل منين وهيعيش منين واحلامه كانت كبيرة وبدأ يستلف ويعمل. يا حبيبي هو انت كده بتقول ان الناس اللي بترزقك كده بتقول ان وزير التربية والتعليم ده اللي سحب رزقك منك؟ لا، ده هو سبب. خلاص ربنا اذن انك خلاص ما عدتش هتشتغل الشغلانة دي. خلاص ناس كتير قوي بتعمل، ناس كتير قوي بتترفد من شغلها، ناس كتير قوي بيحصل لها دروبات في حياتها. فدي حاجه بقى انت خلاص توكل على الله وشوف حاجه تانية. خلاص يعني مدرسين كتير عملت شيفت من المواد بتاعتها لمواد تانية بيعرفوا يتقنوها. اللي بيفرق مدرس عن مدرس ايه عشان تبقى عارف؟ هو نفس الماده العلميه تبقى على طلبه الجمهوريه كلها نفس الماده العلميه. اللي بيفرق مدرس عن مدرس طريقته. انت خلاص انت راجل مثلا دخلت كليه تربيه مثلا، او كنت في ناس دلوقتي في طب بتدرس احياء وبتدرس جيولوجيا. انت شوف المنهج بتاعك بس. ما تبداش السنه دي عشان ما انت طلبه ثانويه عامه مستقبلهم ما تشيلش، لو انت كنت قصرت مثلا ما تشيلش ذنبهم. لا، اهدى السنه دي. حضر مثلا لو انت مدرس جيولوجيا حضر مثلا منهج الاحياء. ابدا اعمل طريقه خاصه بيك، اعمل طريقه توصل بها للطلبه، اعمل طريقه مميزه ليك. خلاص انزل درس بقى المنهج بتاعك. فدي اللي بتشغل، مش ده اللي يستسلم. مش ما تستسلمش للواقع. انت راجل بتاع فرنساوي خلاص، اهدى السنه دي كده. ممكن تشوف الانجليزي، طور نفسك في السنه دي، اسمع كورسات. مش عيب، مش عيب. انت العيب انك تستسلم وتقعد كده وتقول انا عملت واستلفت وكده وتطلع تعيط. مفيش اي وجه استفاده عادت عليك بعد الفيديو ده. فانت لو كنت هديت كده وبدات تحضر مثلا ماده انت متقنها كويس جدا، والطلبه جت، طالب جالك بدأ يفهم منك، هيجيب لك زميله ويجيب لك زمايله، وبدأت تعمل طريقة كويسة، ابدأ صور محتوى، نزل على اليوتيوب، الطلبة تحبك، تبدأ تنتشر، تبدأ تشرح المادة دي. لو انت وصلت الطريقة، وصلت لدماغ الطالب ووصلت له المعلومة بطريقة كويسة، هو ده المطلوب منك كمدرس. مش مطلوب منك، الطالب مش هيجي كل مثلا كل طالب يجي لك يقول لك مثلا وريني شهاداتك، وريني انت خريج ايه، وريني كده. لا، انت اهم حاجه الطالب اللي عند المدرس انه يوصله المعلومه بطريقه كويسه يفهمها ويحل معاه ويبسط له المعلومه. بس انت شوف ماده انت كويس فيها وابدا اشتغل فيها. محدش هيقول لك ليه وبتعمل كده ليه، ومحدش بيحاسبك. كده احنا خلصنا من ناحيه المدرسين، وكلمتك من ناحيتك كطالب، من ناحيتك كطالب ومن ناحيتك كولي امر. المنافسه بقت اصعب، المنافسه بقت اصعب عشان الموضوع بقى اسهل. فاجتهد اكتر، بقى معاك وقت اكتر انك تجتهد اكتر. فاوعى تقول بقى ده الموضوع بقى سهل بقى، وتبدا مثلا تدي لنفسك يومين اجازه في الاسبوع و3 ايام اجازه. ساعتها هتاخد الصدمه اللي انت عمرك هتلاقي نفسك في الاخر جبت 90%. مجموع عالي عشان الدنيا بقت سهله. بس 90% دي تدخلك مثلا، وعلى السنه اللي فاتت مثلا اللي جاب 60% هتلاقيك مثلا ما لحقتش بقى كليات القمه خالص، طب وصيدله وعلاج والكليات دي. ولا هتلاقي بقى لو انت في رياضه مش هتدخل هندسه بقى ولا حاسبات ولا ذكاء، ولا هتلاقي الكليات دي خدت من عالي. انا بقول لك كده اللي هيحصل السنه دي. هتبدا تجتهد من اول يوم لاخر يوم، عشان المنافسه بقت اصعب. لو نمت يوم هيبقى غيرك مش نايم، هيفرق معاك ويأخرك. فاعمل اللي عليك. ليه كده؟ فاعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وربنا يدبر اموركم، وربنا يبارك لكم في وقتكم ويبارك في مجهودكم، ويكلل تعبكم بنجاح، ويكلل تفوقكم، ويتفرحوا اولياء اموركم كده. اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم محمود فكري. لو احتجتوا مني اي حاجه تكتبوها في الكومنتات. لو اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.